المعلم سلطان أبو العلا صاحب ورشة نجارة كبيرة، بيختلف مع ابنه حسن اللي بيسيب الشغل في الورشة وبيروح يتطوع في الجيش وبيحارب في اليمن، وحضر نكسة 67 واشترك في حرب الاستنزاف سنة 69، وعبر القناة مع اللي عبروا في أكتوبر سنة 73. وأما اتسرح من الجيش رفض يرجع للورشة واشتغل سواق أتوبيس في هيئة النقل العام. قابل ميرفت الطالبة الجامعية وحبوا بعض واتجوزوا رغم اعتراض أهلها، وخلفوا ابنهم هاني. وعشان يحسنوا دخلهم بعت ميرفت مصاغها ودفعت بيه مقدم تاكس بالتقسيط على أساس إن حسن هيدفع الأقساط من دخل التاكسي. ميرفت كان ليها ابن خالة فاشل وصايع، لكن سافر الخليج ورجاله بقرشين حلوين أيام الانفتاح، ففتح له مشروع من مشاريع الانفتاح اللي كانت منتشرة في الفترة دي، وبدأ يزغلل عين ميرفت اللي سبق ورفضته. بيتفاجئ حسن بكوثر أخته الصغيرة بتروح له في الموقف وتعرفه إن مصلحة الضرايب حجزت على الورشة، وهناك بتشوف ضيف اللي شغال كمساري مع أخوها وبيعجبوا ببعض. بيروح حسن لعون جوز أخته خديجة، واللي بدأ حياته عامل بسيط في الورشة ما حلتوش حاجة، لكن الحاج سلطان شغاله عنده وجوزه بنته، ودلوقتي بقى صاحب عمارة وبيتاجر في الأخشاب وكله من دم الورشة. طلب حسن من عون تسديد الضرايب لكنه رفض، فبيروح لسميحة أخته اللي أكبر منه في بورسعيد، اللي البرنس جوزها شغال في السوق الحرة وفي بضايع بورسعيد، وبيساعدوا ولاده حمدي وعلي، وأصبحت أشيتهم معدن والبضاعة مالية الشقة ومفيش مكان يقفوا فيه. وكانوا كلهم أما تهجروا من بورسعيد أيام النكسة ضيوف الحاج سلطان طول فترة التهجير، وكانوا قاعدين في بيت الحاج سلطان واكلين شاربين قايمين نايمين، ولبس ومصروف وكله على حساب الحاج سلطان. لكن البرنس بيتحجج بأن فلوسه في السوق وصعب يلمها. طلبت أخته سميحة منه إنه يمر على أختهم الكبيرة الحاجة فوزية في دمياط، اللي جوزها الحاج تابعي شغال في تجارة الموبيليا، وكان سبق وانضرب في السوق أيام النكسة. فجت فوزية للحاج وطلبت مساعدته، فاداها أبوها 1000 جنيه سلف، وده كان مبلغ كبير جدا في الوقت ده. رفض الحاج تابعي مساعدة حماه اللي كبر في السن، ورفض إنقاذه من ورطته، وعرض بدل كده يشتري الورشة ويبني مكانها عمارة عشان يفتح تحتها معرض موبيليا، وعرض إنه يشغل حماه الحاج سلطان مدير للمعرض. رجع حسن محصور ويائس وعاجز عن حل المشكلة. قدر المحامي يقسط مبلغ الضرايب، بس كان لازم يدفعوا نص المبلغ الأول. فقرر حسن بيع البيت، لكن جواز اخواته البنات وقفوا ضده لأن البيت ورث للستات بتوعهم. وفي الوقت ده وصلت وفاء أخت حسن المدرسة من الكويت مع جوزها رزق، كانوا ناويين يشتروا شقة، لكن أما عرفوا باللي حصل ادوا لحسن فلوس الشقة. فقرر حسن يبيع التاكسي عشان يكمل المبلغ المطلوب، لكن ميرفت مراته بدل ما تقف جنبه رفضت، وقالت له التاكسي ده عشان يزود دخلنا مش عشان تديه لاهلك، ولو بعته طلقني. حس حسن ان مراته مش واقفه جنبه وانها انانيه وبتاعت مصلحتها، فقال لها وحتى لو ما بعتوش انت طالق. عرض ابو عميره تاجر المخدرات انه يدفع المبلغ مقابل جوازه من كوثر اختهم الصغيره. كوثر بتوافق على الجواز عشان تساعد ابوها، وبتحاول تقنعه ان ابو عميره مش وحش زي ما الناس بتقول، لكن ابوها واخوها بيرفضوا. بيتطوع ضيف الكمساري وبيدفع 1000 جنيه كان محوشهم لشبكه كوثر، وبقي مبلغ صغير خده حسن من محمد الصفتي زميله في حرب اكتوبر. بينجح حسن في تجميع الفلوس، لكن اما بيوصل البيت عشان يفرح ابوه بيلاقيه مات. فيلم سواق الاتوبيس اتعرض في 11 يوليو سنة 1982 وفاز بعدة جوائز، كان أهمها جائزة التمثيل الذهبية لنور الشريف في مهرجان نيودلهي السينمائي الدولي في الهند، واحتل الفيلم المركز الثامن في قائمة أفضل 100 فيلم مصري. والفيلم ده كان آخر أعمال الفنان الراحل عماد حمدي، اللي ساعتها كان كبر في السن وكان ذاكرته ضعيفة ومش بيركز، فكان مساعد المخرج بيتعصب على الفنان عماد حمدي، لكن الفنان الراحل نور الشريف منتج وبطل الفيلم وبخ المساعد وطرده وقال له أنت مش عارف بتكلم مين؟ أنت بتكلم فنان كان وما زال وهيظل عماد حمدي اللي كان بطل، بنقعد نتفرج على أفلامه وإحنا لسه أطفال صغيرين. عماد حمدي اتأثر جدا وباس نور الشريف اللي اتأثر هو كمان لدرجة البكا، وكان ده آخر تكريم ناله وكمان آخر أعماله، لأنه رحل بعد تمثيل الفيلم ده سنة 1984 وكان رصيده في البنك 20 جنيه فقط. قبل نور الشريف اتعرض الفيلم على عادل إمام اللي رفض حتى يقرأ السيناريو، وقال إن شخصية حسن شخصية سلبية وملهاش تأثير في الأحداث. فاتعرض الفيلم على نور الشريف اللي قبل الدور بدون تحفظ، بل وقام بإنتاجه كمان. فيلم سواق الأتوبيس بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، حسن حسني، وهيد سيف، نبيلة السيد، وزهرة العلا، ومن إخراج عاطف الطيب. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.